السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اقتراح اليوم غيكونوا سندويتشات ساهلين دغيا كيوجدوا بحشوه. ما نقدرش نقول لكم اقتصاديه حيت حتى حاجه ما بقات اقتصاديه، ولكن حشوه اللي هي بنينه وزوينه. فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش ديروا لايك واشتراك ولي كومونتير الزوينه ديالكم. وبسم الله على بركه الله. في واحد البول فدرت هنايا جوج لايف ديال الفورص. ممكن انكم تضاعفوا الكميه. غندير هنايا واحد المعلقه ديال السكر سنيده، شويه ديال الملحه يعني على حسب الذوق. غنزيد هنايا معلقه ديال الخميره حبيبات اولا الخميره الفوريه، بياض بيضه. غندير شويه ديال الاعشاب المنسمه، ممكن ديروا غير الزعتر. وغادي نجمع كل شيء بالحليب، يعني غادي نعجن هاد العجينه هذه بالحليب يكون دافي. العجينه خصها تكون يعني مرخوفه، تجمعوها وتخليوها شويه مرخوفه كيف ما غتشوفوا معايا على هاد الشكل هذا. صافي من بعد فرد لك شويه فوق سطح العمل. من بعد غادي نزيد عليها واحد شويه ديال زيت بلديه تقريبا، المهم شويه واحد ربع كاس اولا 4 ديال المعالق هكاك. صافي وكنحاول كندخل في هذاك الزيت مزيان حتى كتشربوا كامل. كتولي على هذا الشكل هذه، كتزيد كترطب وكتعطينا الطوع. غادي نغطيها ونخليها حتى كتخمر وكيتضاعف الحجم ديالها. ومن بعد ما خمرات وضاعف الحجم ديالها، فغادي نديكازيوها واحد شويه فوق سطح العمل. كيف ما كتشوفوا معايا فراها يعني كتخمر وكدير دوك الفقاعات، وكتجي عجينه اللي هي زوينه، ممكن تستعملوها في بزاف ديال الوصفات. من بعد غادي نطلقها فوق سطح العمل بالدلاك، يكون السمك ديالها رقيق بلا ما تستعملوا الطحين. يعني داك الزيت اللي كنا درنا فيها راه كافي، ما ديروش كاع الطحين وراها ما كتلصقش. نقطعوها بقطعه اللي تكون دائريه على هذا الشكل هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو السمك ديالها، ومازال ملي غادي نحطها في الطاوه فغادي نقرصها واحد شويه. كيف ما كتشوفوا معايا الطاوه اما كتفرشوا ليها بابي كويسون اما كدهنوها بالزيت. صافي استفتهم على هذا الشكل هذا وكنطويهم كيف ما كتشوفوا معايا باش كيعطيونا الشكل ديال سندويتشات بلا ما تضغطوا على دوك الجناب باش يلصقوا. حنا عندنا الغرض باش غيبقاو لنا مفتوحين من الجنب ملي يطيبوا. من بعد فغادي ندهنهم بصفر البيض، يعني بلا ما تخليوهم يخمروا، غدهنوهم مباشره بصفر البيض مع واحد شويه ديال الخل. وغادي تزينوهم على حسب الرغبه. هنايا وحدين غادي ندير فيهم من الفوق شويه ديال الفرماج محكوك ونرش عليهم شويه ديال الاعشاب منسمه. وحدين غادي ندير فيهم الزريعه ديال القرعه. ووحدين غادي ندير فيهم شويه ديال الجنجلان. يعني داكشي كيبقى على حساب اللي موجود عندكم في الدار واللي متوفر هو اللي كدير. غادي نخليهم يخمروا غير واحد شويه، يعني كيبدا كيطلع الحجم ديالهم. من بعد غادي ندخلهم الفران اللي مسخن من قبل العافيه من التحت حتى كيطيبوا كيتنفخوا. من بعد كنشعلوا عليهم العافيه من الفوق حتى كيتحمروا وكياخذوا هذا اللون الذهبي. فراه كيجيو رطبين بزاف وزوينين. شوفوا معايا يعني مفتوحين بوحدهم هكا ورطبين وهشاشين. ديروا فيهم اي حشوه. هنا غادي ندوز نقترح عليكم واحد الحشوه اللي سهله. بالنسبه لهاد الحشوه كنحتاجو هنايا شويه ديال طون الزيت، مطيشه مقطعه صغيره، شويه ديال البصله خضاريه حتى هي مقطعه رقيقه، الذره والزيتون مقطع. غادي نديروا عليهم شويه ديال المايونيز وغادي نديروا شويه ديال الكيتشوب. وصافي. وهنايا زدت شويه ديال الاعشاب المنسمه، ممكن تنسموا باي حاجه اللي بغيتو. صافي ما درتش الملحه لان الطون والزيتون راهم مالحين، يعني بركه راه في الكفايه. من بعد هكا كندير شويه ديال الخس من الوسط وكندير هاد الحشوه هذه
وكنقدمهم بالصحه والراحه. ممكن تزيدوا عليهم حتى الفرماج محكوك. يعني كيبقى من اختياركم الحشوه، من اختياركم وعلى رغبتكم. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم ومن البارطاج مع الاهل والاحباب. الى فيديو قادم ان شاء الله.